هو الزمالك جاب صفقات جديده؟ لا. طب هو اصلا فتح القيد؟ لا. طب اللعيبه الاجانب كلهم رجعوا؟ لا. طب اللعيبه المصريين كلهم نزلوا؟ لا. يبقى اكيد الناشئين كلهم اتأيدوا؟ برضه لا. اكيد بقى معسكر الاعداد بدأ في ميعاده؟ برضه لا. طب جبنا مدير رياضي جديد؟ لا. يعني نفهم من كده ان مفيش امل؟ اهي دي بقى اهم لا في كل اللي فاتوا. الامل موجود وهيفضل. انا عمرو شوقي وجاي اكلمك عن الامل في حلقه جديده من تاكتكس. الامل موجود وهيفضل، وطول ما في 11 لاعب نازلين لابسين قميص الزمالك ووراهم جمهور اسود عمره ما انهار، هيطلع نهار. هتقول لي يوه زهقنا من الكلام ده. هقول لك كذاب. ايوه كذاب. انت اللي بتقول مش هتفرج، مسيف جدول ماتشات الزمالك على موبايلك ليه؟ وانت اللي قلت مش رايح ماتشات، جريت جددت الفان اي دي للموسم الجديد ليه؟ عارف ليه؟ عشان انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان الحارس الوحيد للزمالك الفوق من الموسم اللي فات اللي حصل لازلت بتوقف عنده لحد دلوقتي. هو الزمالك فعلا خد دوري وهو موقوف قيده ومتاخده ارضه ومش معاه فلوس يقبض لعيبته، وبيمشي 2 من افضل نجومه منهم واحد لمنافس مباشر، وبينافس اصلا الاهلي وبيراميدز بكل استقرارهم الاداري وقوتهم الماليه والشرائيه، وفي ظل ما هو اكتر واحد فيهم كمل في افريقيا لحد النهائي. يا جماعه اللي حصل ده خيال. وسؤال يا مصر بتعمليها ازاي اللي طلع ترند كان لازم يطلع معاه ترند. سؤال: هو انت ازاي كده يا زمالك؟ هو الزمالك فعلا ممكن يحقق شيء وسط كل الظروف دي؟ ما اكدبش عليك صعب، لكنه ابدا مش مستحيل. هتقول لي ايه الدليل؟ هقول لك التاريخ. كل البطولات الكبيره اللي خدها الزمالك مؤخرا كانت وسط ظروف صعبه للاسف، وبقول للاسف لان الزمالك يستحق يعيش ظروف افضل، لكن يظل تحقيق البطوله وسط الظروف دي عمل بطولي. دوري 2021 حصلنا عليه في ظل رحيل مصطفى محمد وفرجاني ساسي، شايف الاسماء. اما دوري 22 فحصلنا عليه بعد رحيل طارق حامد وابو جبل. مش بس كده، ده كمان لعبناه بالناشئين بسبب ايقاف القيد. خدت بالك من حاجه؟ ساسي وطارق حامد الاثنين مشيوا، يعني مفيش خط وسط. لا، امام عاشور سد مكانهم قبل ما يمشي، وبعد كده يروح الاهلي عشان من غيره ناخد كونفدراليه وسوبر افريقي من الاهلي وهو في الملعب. ولما زيزو حصله ناس كتير افتكرت الزمالك هينهار، ده نجم الفريق وخلاص هيبقى اسطورته وهدافه التاريخي. راح الزمالك خد كاس مصر من بيراميدز، وبعدين خد الدوري من الاهلي وبيراميدز. جاي دلوقتي تقول لي الزمالك هيقع بسبب بزيرة؟ يا راجل ده انا مت موتات اصعب من دي قبل كده كتير. كم مرة وقعت في رحلتي وكان ممكن تخلص قصتي، ولا أي لحظة عزمت دي اتهددت. ده في اللي سابني في الطريق وفي اللي كان عامل صديق، وفي النهاية مسيرتي برضه كملت. ويلا نتكلم في الكوره. فتره الاعداد المفروض تكون اقل حاجه 6 اسابيع، ده اقل حاجه. ليه؟ لانك بتحتاج 3 اسابيع اعداد بدني بيسموه اعداد عام، وبعدين 3 اسابيع اعداد فني بيسموه اعداد خاص. الزمالك بقى المفروض بدا 1 اغسطس، ده المفروض، والدوري 21 اغسطس، يعني اتمرن 3 اسابيع بس. يعني هيضغط البدني مع الفني والخاص مع العام، وكل ده في نص المده المطلوبه. ودي كارثه، لان لعيبتك كده هتكون الاقل في الجاهزيه البدنيه والفنيه والاكثر عرضه للاصابات، علما بان في لعيبه اصلا ما بداتش في الميعاد ده. طب والحل؟ واحد، هتحتاج اول الموسم تكون تغييراتك مبكره بعض الشيء عشان ما تعرضش القوام الاساسي للاصابات. 2، ده معناه انك هتحاول تخلص الماتشات في الشوط الاول قدر الامكان عشان ما تضغطش نفسك وتاخد الاريحيه للتغيير في الشوط الثاني. 3، لازم تبقي تغيير لما بعد الدقيقه 90، لان الاصابات دايما وارده، والا هنستعيد ذكريات فتوح مع منتخب مصر قدام ايران وهو بيلعب بالعكاز في المونديال. 4، كتر الاعتماد على اللعيبه الصغيرين لانهم اسهل في التجهيز واسرع في الاستشفاء واقل عرضه للاصابات. 5، اهتم بتجهيز اللعيبه الجواكر اللي بتجيد في اكتر من مركز فيسد معاك لو حصل اصابات حواليه لا قدر الله، زي عدي الدباغ اللي بيلعب مهاجم وجناح، وزي محمد شحات اللي بيلعب نص ملعب وباك يمين، وزي محمد اسماعيل اللي بيلعب مدافع وباك يمين ونص ملعب، وكمان فتوح اللي بيلعب نص ملعب وباك شمال. اما لو هنتكلم فنيا فقائمه الزمالك حاليا بكل الظروف الحاليه عندها مشكله في الاجنحه، والحل بسيط. عرفت توظف لعيبه كاجنحه زي عدي الدباغ وبنتايج، اهلا وسهلا. طب ما عرفتش، العب من غير جناح اصلا. ايه ده؟ هو ينفع؟ طبعا ينفع. عندك خطه زي 4-4-2 دايما ما فيهاش جناح، خطه زي 4-3-2-1 ما فيهاش جناح. المهم كابتن معتمد يتحلى بالمرونه ويكون واثق ان كلنا وراه، اللي ما كانش عايزه يكمل قبل اللي كان عايزه. ده بالنسبه لمشكله الجناح. اما الكلام عن ان الزمالك ما عندوش لاعب وسط 6 فغير صحيح. عندك محمود جهاد لاعب منتخبات اجتهد في تجهيزه وجهز ربيع وفرنسي كبدلاء ليه، وانسى المركز ده لاخر الموسم باذن الله. واخيرا ادينا كالعاده داخلين مع الزمالك على مغامره جديده، الله اعلم هتخلص على ايه، لكن كالعاده برضو الكنز مع الزمالك دايما في الرحله. قولولي مهما يقولولي واقف ورا نادينا، لو هقف بطولي بكسب بشقايا صبري، انا عمري ما يخلص صبري، والاخر لحظه في عمري ورا الزمان.